تنظر المحاكم الشرعية بالمملكة قضايا طلاق، تقول الزوجات فيها إن أزواجهن قمن بتطليقهن عبر وسائل إلكترونية حديثة مثل الجوال أو تطبيقاته، وهو ما يعرف بالطلاق الرقمي. وكانت إحدى الزوجات ادعت وفقا لجريدة عكاظ أن زوجها أرسل إليها رسالة مرئية على تطبيق التواصل سناب شات تلفظ فيها بالطلاق، قائلة إنها الطلقة الثالثة وإنها بانت منه بينونة كبرى. لكن الزوج تراجع، فيما تمسكت الزوجة بأن يفصل القضاء الشرعي في الأمر. وأوضحت المحامية نسرين الغامدي أن الطلاق ليس فيه هزل أو مزاح، وتثبيته أو نفيه يعود للمحكمة الشرعية. فيما أضاف محام آخر أن الطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج أو كتبه بأي طريقة كانت.